السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. فيديو جديد ويوم جديد، بحبكم كتير، احلى واغلى متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير. ربنا يا رب يجعل رمضان خير وبركة عليكم كده ان شاء الله، وتكونوا مبسوطين متهنيين، وتكونوا فرحانين وسعداء. ده كان فطارنا بقى انا وعدي. طبعا معتز كان كالعادة يعني لسه صغير فنايم. ده كان فطارنا انا وعدي، وقلت بقى اقوم اظبط فطار فطار ايه يا جماعه؟ عماله اقول فطار انا نسيت. لا، ده كان سحور انا وعدي. تمام. قلت بقى اظبط عدي واروق عليه. هو يعني ملوش نفس ولا ايه؟ ولا احنا عشان معناش حد ما نعملش سحور حلو؟ لا طبعا، قلنا بقى نعمل حاجه بسيطه كده علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر نتسحر بقى. بس ما يعني ايه، ما تقلناش بقى على نفسنا، احنا بنحب نعمل حاجات خفيفه كده. طبعا معناش حد كتير، ما فيش غير انا وهو. لو هو كمان مش هيتسحر، كان هو اصغر من كده ما كنتش بعمل سحور، ما كنتش اعمل سحور يعني. كنا نكتفي بزبدية او كوبايه لبن او بيضه مسلوقه، حاجه خفيفه خالص كده يعني. بس قلت بقى اقوم اروق على دودو. قلت احمر بطاطسايه محترمه كده واروق عليها كده. انا قشرت البطاطسايه تمام او غسلتها. حطينا الزيت كمان في الطاسة ونزلنا بالبطاطساية، ونشوف بقى هنعمل ايه جنب البطاطس. هنحط ايه بقى جنب البطاطس؟ شفتوا؟ بيض مسلوق. تمام. وهنحط لانشون، وهنحط زيتون، وهنحط جبنة رومي او تركي. في ناس بتقول تركي، في ناس بتقول رومي، هي واحدة. ودي المصفى بتاعتنا. بصوا بقى البتاعة بتاعة البطاطس دي كبيرة قوي. لما شفتها في المحل معرفش، انا كنت ناوية افتح مطعم ولا ايه، معرفش ايه حكايتها يعني، جت معايا غلطة كده. يعني انا كنت جايبها الاصغر شوية، قلت لا ما كانتش حلوة. هي حلوة ومش حلوة. بص يعني هي بتطلع مرة واحدة، في نفس الوقت حسها تقيلة كده، بس مأدية الغرض يعني الحمد لله. لحد ما نروح السوق نجيب واحدة اصغر شوية، ونخلي دي بقى لحاجة قوية، حاجة كبيرة، حاجة ضخمة يعني نكون هنحمر مثلا حاجة في حلة او حاجة، تكون حاجة كبيرة كده. هنا بقى الطعمية دي انا كنت عاملاها في البيت، وقلت بقى كنت لسه عاملاها على طول، وقلت بقى لما اعمل ايه. قضية قال لي لا طعمها حلو، قولي لي ايه طعمية. طبعا ما كنتش حابة، لان انا طعمية بتتعب لي معدتي دلوقتي والحمد لله يعني. بس فقلت بقى خلاص هعمل العضية 4 طعميات كده، يعني بألف هنا ياكل اللي ياكله. وكانت لسه معمولة بقى، بتبقى وهي لسه معمولة بحيث ان هي عاملة شبه الكفتة بتاعت كفتة الرز اللي احنا بنعملها في البيت عادي. دي انا الطعمية دي كنت عملتها يعني في البيت كده. مفيش، نقعنا الفول بتاعنا. تمام. وبعد كده خضرة وبصل وثوم وكزبرة وكده يعني، وضربنا كله في الخلاط والكبة. بس هي طلعت مني خشنة شوية، بس مش مشكلة. قلت بقى خلاص نشيلها، ولما نيجي نطلعها نعمل منها تاني، نبقى نفكها يعني ابقى افكها في الكبة تاني، تنعم برضو شوية معايا. هنا بقى كنت بعمل شكل اللانشو. قلت بقى ايوه عايزة اعمل بقى سحور حلو بقى، يعني احنا ندلع نفسنا او ندلع الايه، الواد دودو. قلت بقى طبعا بما ان احنا هنتسحر انا وهو بس، نظبط الدنيا كده. طبعا السحور والله العظيم عارفين رمضان ده بيجي برزقه. هي يعني يعتبر هي ايامنا العاديه، اللي هو بتعمليه في الفطار هو في السحور، واللي بتعمليه في الغدا هو كالمعتاد يعني في الفطار. بس الدنيا بتبقى متلخبطه شويه. بس تحسوا ان يعني الشهر ده الاكل فيه ليه طعم تاني. الوجبات فيها ليها بركه والله العظيم. يعني الاكل بيبقى فيه بركه كده، وفيه روح وفيه حياه وفيه تغيير وكده. حطينا زبادي بقى، زبادية عادية وزبادية كراميل. عضية كان جايب لنفسه زبادي كراميل، قال لي لا انا مش عايزة زبادي سادة، انا هجيبها كراميل. قلت له مفيش مشكلة. بس حضرنا بقى الفطار بتاعنا الخفيف البسيط ده. قلت له بس لما نصوره بقى علشان خاطر ايه، نفتكر ان انا وانت كنا بنسحر لوحدنا وعملنا الفطار وعملنا السحور ده. شفتوا معلقة لسه ان هو فطار. بس ايه رأيكم بقى في شكل الطبق بتاع اللانشون والجبنة الرومي والزيتون؟ حلو صح؟ تسلم ايدي.
وحلاوة وظبطنا الدنيا يعني. بس قلت بقى ايه لما اسجله معاكم عشان عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعايزه اقول لكم ليه بتكسلوا تحطوا اللايكات. بتشوفوا الفيديو دلوقتي بس بقيتوا تحطوش لايك. لا يا جماعه مش عايزاكم تعملوا كده.